جنجاوي بيكسر تلج نصران ده وجماعه ده بيكسر لهم تلج مره واحده. انت غريب لو الجماعه ده كان حاسس هذا جنجاوي ده انت في منطقه كده مسمى باسمك او مسمى منطقه عربيه. هذا المستشار بتاعهم بيقول قال انا قال ما اعرف شنو اقرب للعربيه ثقافاتنا اقرب للعربيه شنو كده ما اعرف اقرب للعربيه يا الله يا منطقه خلينا نسمع كلام ده نمسك المناطق دي كلها نمسك الوديان بس وادي برلي بتاعنا يالا ده وادي برلي ده اسم عربي ها ونيالا ده ما اسمه نيالا اسمه نيالا حرف نيالا نيالا في اللغه العربيه ذاته ما في اقسم بالله هداك حرف نيالا في اللغه العربيه ما في ما اسمه نيالا اسمه نيالا ها بلغه الداجو نيا حرف نيا كيف حرف نيالا في اللغه العربيه ذاته ما في ها وادي برلي وادي كجر وادي باري وادي ازوم وادي هور ها كورنوي امبورو سيرتا غريبك هامي تجي تمسك سيرتا مثبت تجي روكيرو فانغا ديرباك زارينجي نيرتته مرتجل هنا كسم في لغه عربيه هنا ده جغرافيا تمسك دار مساله تمسك دار مساله تمسك ليه فوق كده ليه جبل مون تمسك ليه كله يا تو عربي هنا عندهم حاليا ولا ملمح العربي هنا ناس زي القديم بابا جابوا له ام القرى ده بقنقر كده خطوها ام القرى ثاني انه المنطقه بتاعت الزرق ده سموها الزرق وهسه حاليا منطقه بتاع وادي انبار اسمه وادي انبار ده لو بتاع لو واجب ده قال انبار قال ما انبار اي انبار زول ده عارف انبار يا غريب تعال قال شنو عنده قال البحر ده البعير شنو هو داري يوديها طوالي بيقول البعير والبعير ده انه بحر يعني انت اصلا فلنفترض اسمه انبار ده ما لقيت اي اسم كده تسميه بس هور على البعير ده يعني انبار ده يعني هورار بتاع الانبار انبار ده لغتنا انبار اسمه انبار ده الرومان في النار اي انبار ده الرومان ده في النار ده بيقول انبار بلغه الزهاوه فهو اتصل عليه اوكي اي هو طبعا يسموه ده داري لولي زود ده هسه اللولو بتاع السودان ده خليه هسه في تكاد بلولي الكلام ده نرسل لاخواننا جنب جاره تشادين رساله صوت كده ازود هسه حاليا قال ابشي ده قال اسمه ابو عايشه هسه حاليا بدا خطر قادم يا بيش خطر قادم يا زلمه هسه حاليا بدا زول ده قال اسمه ابو عاشه لان حبوتهم قال شنو كده ما اعرف ليه ووب كده شنو فقال اسمه ابو عاشه او كده يعني حقتي حنتتنا يعني قال في حنتتنا ما اسمه ابو عاشه ها قال الخواجي اسمه بار منطقه خواجي اسمه بار منطقه الفرنسيين الكفره المجوس ها فقال هي عبشه ما عبشه اسمه ابو عاشه كده وفي منطقه اسمها عتيه قال اسمها عطيه البطحي كده وفي منطقه قال اسمها مناطق كده كلها ساعتين قاعد غير فوق غير ديمقراطي بالاسم اهلنا شادين جنجوجو راسي بيقولوا هذول ده بدا في دارفور هنا هسه حاليا ما على كيف بقى علينا شنو نار ناكلوا برانا لكن ده فيها عليهم جاي كونسي سيجي خاطوي ها بدون مقابله ما ادري الفراج ده في الكونسي ده فانت جنجوجو هناك اجيبوا زول ده جاي شغل كثير وكده ده كونسي خاطوي وكده فالزول ده ما مهمته القضيه هنا ما جات ولا السودان ولا كده الجنجويد بفتش في بتاعه عنده كفيل الكفيل بتاعه ده العرب البخاري ده البترول بتاعهم ده خلاص قال ماشي شنو كيف سامعين شنو ماشي ينتهي البترول ده فالبترول ده انه البترول ده قال لك قابل للنفاذ ماشي ينتهي وبعد ذلك يقول لهم شنو دول شنو يستعمروا ويبقى ناس شنو يقول لهم انتوا اهلنا ونسوقوكم دول موريتانيا ده برضه شنو سلمنا لكم والدول ده كلها سلمنا لكم بعد نجيب اسامي دول لكن الدول دي كلها سلمنا لكم شنو هسه حاليا ده نسلمكم السودان بكره بعد نسلمكم تشاد بكره بعد نسلمكم النيجر محمد بازوم ذات هسه قال مسجون وشنو دراك حوزه ما بكره بعد نقول زول ثاني شنو برضه شنو دراك في النيجر ذات اهلنا ده حوزه ده كله 80% حوزه ده برضه احنا لازم نفترهم دماغهم ده انا جنب جرب بتاع عايز واصل والناس هون ما تستهتر بالحاجه دي اهلكم في اي محل جنب جرب في كور والله العظيم فلا بد انه عن زولكم اللي بيتكلم معكم ده نعم او اهلنا ناس هنان والشباب اللي وجه اخواننا يا اخي اركبنا هذا ما في اي مشكله هذا اركبنا هذا طلع ماشينا ده علينا نشتغل معك بخطاب جديد والله العظيم انت زولنا
كان بليتك قلت لنا كسمكم ذاته انتوا زول اخونا انت اخونا اخوي انت اخونا كم سنه انت اخونا اخوي انا انت اخونا اخوي السلطانه هاي بيد طعم شغل فينا لكن شكلك كده قلت تكسر الثلج يا. لا لا كسر الثلج ده والله فردتنا ما كان الناس اذا هذا ده يجوا ياكل راسي ده اذا هذا ده الدين ما نقول هو زول بكوديري يجي يقول لك انا عربي ويجي يقنع ذات وحدك انا اوروه ها اصلا ما ذاته دي كوديري ليفل انا اقول لك دي كوديري يا حنان انا ابناء دي كوديري ذات جد نقرا فصا كفايه خليزه شعر قرقد دي كوديري جد كلنا مساليد فور بتاع كلنا جنب